السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم النهارده في فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد وبنشجع بعض كالعادة. النهارده اهو الصبح اول ما قمت من النوم قمت على المطبخ، لان اليوم ده كان عندي حفلة حلويات، وعايزاكم تاخدوا طريقة الحلويات من واحدة فاشلة في الحلويات زيي، عشان لما تنجح اعرفوا ان اي حد هيعملها. يعني ده ضامن يعني. فاليوم ده انا طبخت عدس. انا بعمل العدس بطريقه مختلفه شويه. جوزي حتى ما جربها ما عادش بياكلها الا بطريقتي يعني. إيه، بنعمل العدس ازاي بقى؟ انا حاطه كوبايه ونص عدس، بحط عليها البصل والطماطم البصل والطماطم والثوم والجزر عشان اللون، وبنزود القيمه الغذائيه. ولادي صحيوا بقى. يعني كالعادة، يعني أنا بعمل لهم بيض ولبن الصبح لما يكون الغدا سريع وهيتغدوا على طول لما بيصحوا متأخر، بس هم كانوا زهقانين من البيض واللبن فعملت لهم سندوتشات شوكولاتة. بصوا بقى، نرجع لمرجعنا. عملت رز، بحط، يعني احنا بناكل شوربة العدس بالعيش المتحمص. هنا بعد ما شوربة العدس خدت غلوة، طبعا الريحة هنا يا جماعة رهيبة، الريحة رهيبة رهيبة رهيبة. طبعا التوم والبصل وكده حطيتها في الخلاط، وفي نفس الحلة بتاعتها حطيت سمنة، طبعا سمنة بلدي هتفرق، وسمنة جنة تاني مرشح بعد البلدي، وحمرت فيها شوية شعرية، شوية كده صغيرين. تمام. وهنا كنت بضرب العدس. بعد ما ضربت العدس بقى نزلته على الشعرية بعد ما اتحمرت، طرطشت وقلبت الدنيا، وانا طبعا ما يغمضليش عين غير لما امسح ورايا وهو اتحرق. حطيت عليها ملح وفلفل وكمون وكزبرة، طبعا كزبرة لان فيها توم، فالميكس ده بيبقى تحفة مع بعض. وبس ما حطيتش بهارات تانية خالص، ملح وفلفل وكمون وكزبرة. اللي عايز يحط شطة يحط، اللي عايز يحط بابريكا برضو بتدي طعم حلو، بس انا بستكفي بدول. حرقت العيش شوية لاني كنت بعمل حاجات تانية، وهنا كنت بعمل دي بعد الغدا. جوزي سيستم عندنا ان بياخد الشربات او الفراولة بالموز، بس مفيش فراولة فريش فبنعملها بالشربات دلوقتي. ده كان غدانا سريع وبسيط جدا، بس طعمه مختلف. طبعا ما تنسوش الليمون. خلصت بقى ودخلت، كان عندي لمة غسيل كتير جدا زي ما انتوا شايفين كده، بس قلت ايه، طبعا هشرب القهوة عشان اجدد نشاطي وطاقتي، وابدأ الم الغسيل ده كله واطبقه. كنا كل ده بدري، يعني احنا كنا كل ده تقريبا الساعة 3-4. انتوا عارفين في الصيف الدنيا بتليل على 7:30-8، وكان البيت كله متروق وزي الفل. مكنتش محتاجة اعمل حاجة بس غير ان انا اطبق الغسيل. بس دي فايدة بقى ان انتي تقومي بدري. الصحيان بدري يا جماعة خلوها عادة والله. يعني من واحدة بكلمكم، من واحدة ما كانتش بتصحى بدري والدنيا كانت بتبقى مكركبة. وشوفوا بنعمل حاجات كتير قوي، يعني انا كل ده لسه مدخلتش في الحلويات اللي هي موضوع الحلقة النهاردة. خرجت بره بقى انا عشان ساكنة ارضي وكده، اخدت ولادي بقى بالعربيات وكده قدام البيت بالظبط. لا في لف مكان لف رصيف كده بقى، كبير، تعالى كده. فبنقعد بقى بخرجهم حبة، اللي هي الساعة اللي هي النهار، اللي هي قبل المغرب دي، عارفينها، اللي هي الشمس بتبقى كلها فيتامين د وجامدة قوي للأطفال، حلوة جدا. يعني احنا أطفالنا طبعا بيشربوا بيبسي وبيشربوا بلاوي زرقاء، وساعات بنمنعهم وساعات ما بيبقاش عندنا طاقة ان احنا نمنعهم، فوقفوهم في الشمس دايما. لو مش متاح لك ان انتي تخرجي كده قبل المغرب بساعة، الشمس بتاعت الساعة 8 و7 الصبح دي بتبقى جميلة قوي برضو. هو المعادين دول بس في اليوم اللي الشمس بتبقى مفيدة مش مضرة. ندخل بقى في العظمة اللي انا عملتها دي يا جماعة. انا هوريكم اخر الفيديو. انا عاملاها بالليل، عملتها بالليل عشان كنت اما خرجت بره نسيت اطلع البيض، ولازم البيض يكون بحرارة الغرفة ما يكونش سقعان، فسبته ساعتين 3 كده، وعملتها الساعة 3 بالليل كده، متاخدش وقت خالص خالص ده. فقمت رايحة فين؟ اول حاجة في المكونات 5 بيضات ورشة ملح صغيرة. البيض لو كبير عندك 4 بيضات كفاية.
وحطيت فانيليا، وبدات ان انا بدات ان انا اضربهم شويه. طبعا انت هتضربي لغايه ما الارتفاع بتاع البيض يعلى. انا مورياكم كل حاجه خطوه بخطوه، لان انا كنت ببقى مفتقده الحوار ده اما اعمل حاجات كتير وتبوظ، فقلت ان انا مش هجري وهوريكم خطوه بخطوه. الخمس بيضات دول حطيت عليهم 5 معالق كبار هرم سكر. دول مظبوطين جدا على القوام دوت، وهفضل اضرب فيها. بصوا انا كل شويه يعني بقفل الفيديو وارجع اوريك وصلت لقد ايه. انا قعدت اضربها مده طويله يعني. ما تخافيش لو انت قعدت تضربيها ولسه ما كبرتش كده، ما عليتش، انت ما بوظتيهاش، هي بس محتاجه تتضرب اكتر. دول 5 معالق ميه بالظبط، 5 معالق زيت برضو بالظبط. وعلى فكره ده زيت تموين وطلعت حلوه جدا، يعني مش شرط زيت حلو. انا يوميها ما كانش عندي زيت حلو فعملتها بزيت التموين وسميت الله كده، وطلعت والله العظيم جميله جدا. بصوا عماله ترفع ازاي. بس عايزه اقول لكم حاجه، بعد ما ضفتي السوائل ما تضربيهاش كتير عشان ما تهبطش منك، ضربتين كده يتجانسوا مع بعض. وتحطي الدقيق بالظبط برضو، كانوا 5 معالق دقيق بالظبط المعلقه الكبيره، قيسي كله بمعلقه واحده. بعد كده هحط لكم كمان بالجرامات ان شاء الله في الفتره الجايه. وحطيتها في الصاج ده انا الصراحه مش عارفه مقاسه، بس هو كان كبير عليها، كان كبير على الكميه، بس مطلعتش وحشه، كانت حلوه قوي. يعني انت لو عملتيها في اصغر هيبقى احلى. وعلى ما هي كانت بقى في الفرن، هي بتاخد ربع ساعه في الفرن، بتشغلي عليها من تحت ومن فوق الشوايه. لو انت بوتاجازك ما فيهوش شوايه، شغلي عليها من تحت الاول. قصدي لو انت ما بيشتغلش الاتنين مع بعض، شغلي عليها تحت الاول 10 دقايق و10 دقايق على الشوايه. هنا بقى عايزه اقول لكم على حاجه عظيمه جدا، ادتني التيست بتاع اي كريمه بنجيبها من بره. بصوا اي كريم شانتيه عندكم ضيفوا معاه اي نوع جبنه نستون. انا جبنه نستون ديت انا بجيبها سايب. عندك كيري ضيفي، عندك مثلثات اللي هي ابو الولد ديت، او لافاش كري، او بريزيدون، كل ده ضيفيه. تمام. وعملت الخليط دوت ودخلته التلاجة. قلت بقى ايه، بما انها لسه في الفرن، تعالوا نعمل ايه حاجة تانية سريعة كده ونملى التلاجة بتاعتنا حاجات سقعانة في الجو الحر ده. جبت بسكوت فيري وحطيت عليه شوية زبدة. انتوا بتعرفي منين ان هي قوامها صح؟ لما تلاقي البسكوت زي رمل البحر كده المبلول شوية بيتشكل في ايدك. وحطيت اول طبقة هنا من البسكوت، لان لقيت الكريمه كتيره جدا يا جماعه على السويس رول ده. اول ما طلع انا نسيت اصوره لكم، بس هوريه لكم دلوقتي. هوري لكم كيكه هشه ازاي. فحطيت هنا عليها الكريمه ديت. الصراحه وانا بحط في الكوبات قلت استني يا رويده، حطي ايه السويس رول، حطي كريمته الاول لحسن ايه الكوبايات دي بتشفط الكريمه. فحطيت الكريمه في السويس رول من جواه، وحطيتها برضو في الكبات ودخلته كله التلاجة. وجيت بقى اعمل التوبينج اللي هو الصوص اللي هنحطه على الكبات اللي تشيز كيك من فوق ده. اي فاكهة عندك، انا الصراحة بحبه بالمانجا والفراولة، بس ما كانش عندي الاتنين. فطلعت كان عندي كريز، طلعته كده. وبعمل ايه بقى، بقطعه واشيل البذرة منه، واحط عليه شوية مية وارفعه على النار. وبتربطيه بايه بقى، بمعلقتين نشا على معلقتين ميه كده وبس. سيبيه على النار لغايه ما يتقل شويه ودخليه التلاجة يبرد. وعملت لهم عصير تانك بالمانجا. عايزه اقول لكم على سر حلو قوي وانتوا بتشوفوا الكيكه العظيمه ديت. الكيس الصغير بتاع التانك بيقولوا لك حطيه على لتر، لا هاتي كيسين وحطيهم على لتر، بيبقى مركز وطعمه حكايه. حطيت بقى باقي الكريمه من فوق كده على السويس رول. انا برضو البارت بتاعي ان انا الفها اتمسح، بس ان شاء الله هنزله كمان بعد بكره، لان انا عملت 2 تانيين، عملت واحده بالكاكاو وواحده برضو فانيليا تاني لانهم حبوها جدا. هوريكم ازاي تلفوها سويس رول كده من غير ما تتقطع منكم. خلصت السويس رول ودخلته التلاجة. وهنا بقى اي صوصات عندك، يعني انا ما حبيتش انها كلها تبقى كريز عشان لو ما عندي ناس ما بتحبش الكريز وكده تبقى حاجات تانية. كان عندي صوص شوكولات وصوص كراميل وصوص توت. فبدأت بقى ايه، ان انا اشكلهم. اي حاجة عندك هتنفع، اي فاكهة هترفعيها على النار بنفس الطريقة ديت هتنفع.
قمت الساعة 7 الصبح تاني يوم يا جماعة لقيتها كده اتاكلت نصها، اخدت جزء منها كده ودخلت البلكونة عشان ايه افطر بيها وكده. عملت كوباية شاي وقلت افطر بيها في البلكونة، بس زي ما انتوا شايفين كان نصها متاكل مع انها لسه معمولة الفجر، يعني دي معداش عليها 3 4 ساعات. فوصلتوا لهنا متنسوش اللايك والسبسكرايب واشوفكم